اكيد بقى كلنا كده سمعنا صوت القرمشة قد ايه القرنبيط مقرنش ومش شارب زيت خالص زي ما انتم شايفين. وكمان بقى من غير بيض من غير لبن، طبعا مغلو اللبن وغلو البيض الايام دي فكرنا في حاجات كتير اقتصادية وتكون سهلة وبسيطة ونقدر ان احنا نعملها بأقل الامكانيات. من ضمن بقى الاجزاء اللي احنا خصصناها بطريقة اقتصادية وهو القرنبيط. القرنبيط عملناه بطريقة جميلة جدا ومش هشرب معاكي زيت وكمان اقتصادي، من غير بيض ومن غير لبن. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قبل ما نخش في الوصفة بتاعتنا. وتعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة كده تختاري القرنبيطة تكون معاكي بالمنظر ده، تكون ما فيهاش فراغات، تكون قرص واحد كده بالمنظر ده. كنت جايبة قرنبيطة صغيرة كده وبدأت ان انا اقطعها. قطع القرنبيطة اشكال صغيرة كبيرة على حسب ما انت عايزة. بس يعني الافضل انك تقطعيها ولا صغننة قوي ولا كبيرة قوي عشان برضو ايه يعني يكون شكلها كويس. انا بيني وبينكم عملت كل الاشكال، يعني عملت صغيرة وعملت كبيرة، عملت كل الاشكال والالوان. اول حاجة كده ببدأ ان انا اقطع القرنبيطة دي كده بالمنظر ده. وهغسلها، لازم القرنبيط يا جماعة يتغسل لان بيبقى فيه طين فيه ترابة. برضو تكوني ضامنة الحاجة ان هي تكون مغسولة كويس وتكون نظيفة. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اغسلها واسيبها تتصفى براحتها. في الوقت ده بقى هكون محضرة عندي مية. صلوا على الرسول يا بنات عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده بقى هجلي المية، تكون مية مغلية، حطيت عليها معلقة كمون وكمان معلقة ملح. وهبدأ ان انا احط القرنبيط لحد اما يستوي. انا عايزة القرنبيط بتاعي يستوي بس بيكونش مهري، يعني يكون مستوي وماسك نفسه كده، يعني 80% من السوا بتاعه. لان احنا لسه طبعا هنبدأ ان احنا ايه نحمره في الزيت. اتمنى من قلبي بس ايه تدعموني بالاشتراك، اللي لسه ما عملش الاشتراك اتمنى من كل قلبي انه يعمل لي الاشتراك ويفعل الجرس عشان كل الوصفات السهله والبسيطه توصل لكم. انا بقول لكم هنا ان انا هسيبه في قلب الميه المغليه حوالي 7 دقايق. مش اكتر من كده. زي ما انا قلت لكم مانيش عايزه ان هو يتهرق. تعالوا بقى للتغليفه بقى اللي هي الاقتصاديه، هنعملها ايه؟ عندي هنا كوبايتين دقيق عليهم نص كوبايه من النشا. طبعا عندي البهارات، عندي كركم عشان يديني لون البيض، وعندي توم باودر وبصل باودر وشوية بابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبرة مطحونة. كمان عندي هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. واكيد طبعا مش هننسى الملح. يبقى حطينا كوبايتين من الدقيق عليهم نص كوباية من النشا. ورشة بسيطة كده، يعني او الملح على حسب ما انتي تحبي يعني. ملح وفلفل اسود وشطة بابريكا توم باودر بصل باودر. كركم وكزبرة. خلاص كده ببدأ ان انا اقلب الخليط الجاف ده كله مع بعضه وهقسمه بالنص. هاخد بقى نصه كده والنص التاني، تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. لحد هنا واقتصادي مفيش اي حاجة. طبعا هجيب بقى طماطمتين، لو عندك صلصة اللي هي المعلبة تمام مفيش اي مشكلة، ممكن تستخدمي صلصة. انا جبت طماطمتين كده وبشرتهم وحطيتهم. وكمان عندي كزبرة وشبت، اي خضرة متوفرة عندك، وحطيت كمان ايه توم. توم مفروم كده، فصين توم حلوين كده بيديهم طعم حلو قوي. انا حطيت توم باودر بس برضو ايه التوم الطازة برضو بيدي ريحة حلوة. وكمان معلقه كبيره من الخل، وهو ده اللي مش هيخلي القرنبيط يشرب زيت معاكي. حط معلقه كبيره من الخل كده. وابداي بقى احط ميه لحد اما تكوني عجينه سايله شويه. طبعا كل ده على نص كميه الدقيق، النص التاني سايبينه ايه في جنب. حطيت حوالي كده كوبايه ميه ولقيتها لسه متماسكه، حطيت كمان كوبايه كمان. حطي بالتدريج عشان ما يكونش سايل معاكي. بجد الخليط ده تحفة يا جماعة، واللي هيدوقه ولا هيقول بقى ما فيهوش بيض والكلام ده كله، هو اساسا يعني خفيف جدا ومش بيشرب زيت ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي كأنك حاطة فيه بيض والحاجات دي. انا عارفة ان هو برضو بيدي البيض واللبن بيدي فوائد كتير للقرنبيط وبيكون مغذي اكتر. بس مع الظروف اللي احنا فيها والمعيشة اللي احنا فيها والدنيا بقت غلا، البيضة وصلت خلاص ل6 جنيه. بقى الموضوع بقى صعب قوي، واللبن وصل ل30 جنيه، فالموضوع بقى أصعب، الموضوع بقى أصعب وأصعب. يعني علشان كده بنحاول يعني أوفر لكم وصفات تكون سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد.
خلاص بقى هجيب القرنبيط، خلاص انا بقول لكم هو ان هو ايه مستوي، بس يعني ماسك نفسه، اللي هو مش مهري قوي تيجي تقليه تلاقيه فك منك خالص وباظ، لا. القرنبيطه ايه مستويه بس ماسكه نفسها. هبدأ ان انا اغلفها بالدقيق. اه بغلفها بالمواد السائلة الاول وبعد كده الدقيق، وبنفضها تنظيفة بسيطة كده، وببدأ ان انا احمرها في الزيت. صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. او بجيب القرنبيطة كده وببدأ ان انا احطها في المواد السائلة، وبعد كده بحطها في الدقيق وببدأ ان انا احمرها. كنت عاملة وصفة جميلة جدا برضو للأطفال بقى اللي هم مش بيحبوا الأرنبيط والكلام ده كله. كنت هرساه خالص كده وعاملاه بطريقة جميلة قوي وطريقة بسيطة وسهلة، بس كنت مكلفة بقى يعني، حاطه له بيض ولبن مغذي مغذي يعني. كنت عاملاها، هسيب لكم اللينك بتاعه في قلب صندوق الوصف بإذن الله. خلاص كده هبدأ بقى ان انا احمر كل الكمية دي، ما تحطيش كمية كتيرة علشان الزيت ما يهبطش منك، الزيت يكون في الاول عالي. يعني وسط، هو وسط مش عالي قوي عشان ما يتحرقش منك، هو وسط. علشان برضو هو لو هادي الزيت هادي، القرنبيط برضو هيشرب منك زيت غصب عننا، حتى لو حاطه ايه هيشرب زيت. فانتي النار تكون فوق الوسط بشوية، وحطي القرنبيط وما تقلبوهوش خالص الا لما يعمل طبقة بسيطة كده ولون ذهبي بسيط، ابدأي انك تقلبيه عشان ما تقلبوهوش كل شوية. لو قلبتيه كل شوية الكفر اللي هو بره هيتفك منك يعني ايه هيتبهدل. مجرد ما بياخد لون بتقلبيه، ما شاء الله طالع معايا، ما تقوليش بقى كنتاكي ولا حاجة، هو فعلا كنتاكي الغلابة اللي على قد حالنا كده. الحمد لله، وربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. اكيد طبعا شايفين اللون وشايفين القرمشه واصله لكم. كان نفسي تسمعوا الصوت قد ايه طالع مقرمش وجميل جدا يعني، ولا تقولي بقى بيض ولا تقولي اي حاجه هتعمل قرمشه، هو طالع مقرمش من غير اي حاجه. ايه رايكم بقى؟ اتمنى تقولوا ايه رايكم في التعليقات، واي وصفه تحبوها ان احنا نعملها بطريقه اقتصاديه سيبوها لي، وانا ان شاء الله هعملها لكم باذن الله. خلاص كده بقى بطلعها على مصفى، بلاش مناديل كده، بلاش مناديل عشان بيبدأ ان هو يطرى معاكي. طلعيها في مصفى، وقد ايه بقى طالع مقرمش زي ما انتوا شايفين، طالع حلو جدا، هيعجبكم، متأكدة ان هو هيعجبكم بإذن الله. خلطة جبارة جبارة حرفيا جبارة. هنا بقى احب اقول لكم استنوني الفيديو الجاي، و ما تنسونيش زي ما انا قلت لكم بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل الوصفات الحلوة والبسيطة توصل لكم اول باول باذن الله حبايبي. دمتم كده في رعاية الله، ربنا يحفظكم ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه حبايبي. هنا بقى احب اقول لكم مع الف سلامة، واستنوني الفيديو الجاي. مع السلامة يا اخواتي، سلام.